النحل مخلوق عجيب يحمل في تكوينه ونظام حياته دلالات على عظمة الخالق عز وجل. فقد خص الله سبحانه وتعالى النحل بصورة كاملة في القرآن الكريم، وهي سورة النحل، وذكر فيها قدرته المذهلة في إنتاج العسل الذي جعله الله شفاء للناس. يعيش النحل في نظام دقيق ومنظم، حيث لكل نحلة دور محدد، فهناك الملكة التي تضع البيض، والعاملات اللواتي يجمعن الرحيق ويبنين الخلايا، والذكور التي تخصب الملكة. يحول النحل الرحيق إلى عسل بقدرة الله عز وجل، ويحتوي العسل على فوائد غذائية